مساء الخير. مسرور كتير اني اكون موجود معاكم، واشكر لكم انضمامكم الينا. انا اتكلم اليكم من خلال قناة المنير وبرنامج اسمه الفخ انكسر فانطلقنا. وفي هذه السلسلة يباركنا الله بالتأملات في سفر نشيد الأنشاد. هذه هي الحلقة السادسة في التأملات في هذا السفر العظيم. وصلنا إلى الأصحاح الرابع وبدءا من عدد 8. هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من خضور الأسود، من جبال النمور. قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطيب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية، وناردين وكركم، قصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفس الأطيب. ينبوع جنات، بئر مياه حية، وسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب. هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. آمين. قلنا في المرات السابقة أن اختبار العلاقة مع الله يبدأ أولا باختبار معرفته والتجديد والفرح. أدخلني الملك إلى حجاله وعلمه فوقي محبة. ثم الاختبار أو الدرجة أو الخطوة الثانية من هذا الاختبار المجيد هي أنني أفرح به، مثل ما يفرح الطفل بأبيه ويتعلق به ولا يريد أن يفارقه. ولمسنا في هذا الأمر. ثم الخطوة الثالثة هي أنني أخرج معه، أذهب معه. هلم، تعالى، اخرج من
وحدتك، اخرج من ذاتك، اخرج من مشاعرك الشخصية. هناك عمل لابد أن يعمل، وهذه رحلة البرية. هذه رحلة البرية. فسيدنا له كل المجد قال: أنتم شهودي. يأتي الروح القدس فيشهد وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. دي إرسالية يتكلم عنها في بشارة معلمنا متى أصحاح 28 وأعداد من 18 ل 20. دفع إلي كل سلطان ممن في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. في هذه الخطوة الثالثة يتكلم في العدد 8 من الأصحاح 4 من سفر النشيد: هلمي معي من لبنان يا عروس معي من لبنان. ماذا تريد يا سيد أن تعلمنا في هذه القطعة أو هذا النص؟ أنه يدعوني لأذهب معه، فيقول معي ويكررها. وما ذكر لبنان في هذا المقطع؟ لبنان مرتفع وهناك أشجار الأرز، وكما قلنا إنه حبيبي يشبه بشجرة الأرز أو بخشب الأرز، لما له من عظمة، ثبات، استقامة، روعة، جمال، رائحة، طويل. وكأنه عايز ياخدني مرتفعات. وتكلم معي لكي أنظر من مرتفع، لا أنظر من المستوى الأرضي، ولكن يأخذني إلى مستوى أعلى لأنظر صح. انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون. إيه أمانة؟ أمانة يعني جاية من التثبيت ومن كلمة آمين، وليكن كذلك. من رأس شنير، شنير معناها سلاح، سلاح. وحرمون، حرمون معناها تحريم أو تدمير أو قتل، حرب. طب عايز تقول ايه يا رب؟ ليه أنا كمؤمن بتعكس كده؟ يقول لي أنا عايزك تيجي معايا، وخدوا بالكم من كلمة معايا. رأس أمانة، تجد أنني أمين في كلامي. تثبيت، تجد أنني لا أرجع في كلامي، لقد اخترتك ولن أرجع في كلامي. وإيه موضوع رأس شنير وحرمون؟ شنير معناها سلاح. طب أعمل إيه يا رب بالسلاح؟ قال البسوا سلاح الله الكامل، كما هو موجود في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح 6. سلاح كامل. أحارب بإيه؟ قال لي سيف الروح الذي هو
كلمة الله. ولا يتكلم عن سيف من معدن أو من فولاذ أو من أي مادة أخرى، ولكن يتكلم عن كلمة الله، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والعظام، ومميزة أفكار القلب ونياته. دي السلاح بتاعنا، ده السلاح بتاعنا. يتكلم مع أرميا فيقول مثلا في الأصحاح الأول: ماذا أنت راء يا أرميا؟ قال له: أنا ذا راء قضيب لوز. قال له: أحسنت الرؤيا. ليه؟ لأنني ساهر على كلمتي لأجريها، وحيث كلمة الملك فهناك سلطان. إذا عندما أحارب أو أتكلم بكلام الله. تدمير هنا لقوات العدو، والعدو هنا هو الشيطان، عدو كل بر. طب بس يا ربي في جملتين تانيين صعبين: من خضور الأسود، من جبال النمور. طب عايز تقول ايه يا رب؟ قال لي: وانت طالع في سلسلة نضجك الروحي انا معاك. مش معنى اني انا معاك هتبقى الدنيا حلاوة، لا. مش معنى كده ان الشيطان هيبطل يحاربك، لا. ده ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. طب اعمل ايه؟ قال لي: انا هاخدك معايا. هناك ستكون الحرب الروحية اكثر شناعة واكثر شدة واكثر خطورة، ولكن انا معك. وحولك كما درسنا في الجزء الأول من الأصحاح الرابع 60 جبار في أصحاح 3 من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. طب عايز تقول ايه يا رب؟ يقول انه هناك حماة مؤمنين مرشدين قائدين يعتنون بك، ولا تنسى انك معي وانا معك. الحرب الروحية لا تنتهي بمجرد نضجي الروحي، كلا، انها تزيد. يتكلم رب المجد قائلا: على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. ونحن نفهم الجزء السلبي من هذه الآية. نحن نعتقد أنه عندما تأتي أبواب الجحيم لتحاربني لا تستطيع أن تقهرني، وأقول خطأ. الأبواب لا تهاجم، لكنها تهاجم. أبواب الجحيم مكانها، ولكن أنت اللي مطلوب أنك تذهب. كما هو مذكور في رسالة يهوذا: مختطفين من النار. تهاجم عدو الخير لتأخذ أشرار ينتقلون من الظلمة إلى النور، ومن سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. طب بس أنا مش هقدر. يقول لي: لا، ما أنا معاك. طب ما تخلص أنت الشغلانة يا رب. يقول لي: لا، لأننا نحن عاملان مع الله، اللي بنشتغل معاه. ده الشغل بتاعي وبتاعك. ده أنا صعدت
انا جيت عشان اعمل مشابهين لصورتي وانت واحد منهم. طالما انك ابني ومشابه لصورتي، اهتماماتي لابد ان تكون اهتماماتك. وعندما وجد الطاعة من العروس قال: قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. الأمر هنا طاعة. فالعين قلنا أنها ترمز أو عضو الإدراك، والعنق عضو الإرادة. فأعجب العريس بعروسه أو بالمؤمن أو بالكنيسة التي صدقته وأدركت ما يقول ووضعت إرادتها عند قدميه، فمدحها قائلا: قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. بس يا رب ده أنا في وانت معايا الدنيا لازم تبقى حلوة وكويسة وتستجيب. قال لي: خد بالك، ان الخربنة ليست مع دم ولحم. امال ايه؟ مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. فانت كلما نضجت كلما ازدادت الحرب، كلما ارتفعت عن الأرضيات وتمسكت بالسماويات هناك ستجد مقاومة شديدة. عدد 10: ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطيب. قلنا أنه لا يتحدث إلى أنثى، إلى شلميث، لأنه يقول هنا يا أختي العروس. وشلميث كانت راعية غنم، وسليمان كان ابن الملك داوود. إذن خرجنا من المعنى اللفظي والتفسير اللفظي إلى المستوى الرمزي الروحي الذي يتكلم. كم محبتك أطيب من الخمر. والخمر يعطي حالة في العقل اسمها إيفوريا بالطب، اللي حالة النشوة، يبقى مش عارف هو ايه. وهنا يتكلم عن حبة العروس سببت له فرح عظيم، وطاعة العروس سببت له فرح عظيم أعظم من الخمر. ثم نأتي إلى جزء آخر: رائحة أدهانك أطيب من كل الأدهان. وقلنا أننا رائحة المسيح الزكية. يعني إيه رائحة المسيح الزكية؟ يعني طالما أنا ملتصق مع المسيح، حتى المثل الفلاحي بيقول من جور الجوم 40 يوم صار منهم يصار منه. هو رائحته زكية فنقلها إلي. وتقول في الأصحاح الأول: ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. فأنا مطلوب أن أعلن وترى وتشتم
الناس في حياتي وفي سلوكي رائحة المسيح. لذا قال رائحة أطيابك. وخدوا بالكم لأنه بعد كده هيقول رائحة ثيابك. رائحة الأطياب ودي اللي طالعة من الداخل للخارج، ده انطباع، ده سلوك، دي حياة طالعة بريحة كويسة. أما رائحة الثياب ممكن أنا أضع رائحة ثياب أو أريج أو عطر أو برفان على ثيابي، ولكن هذا ليس الدقيق. الدقيق والواضح والأصيل هي رائحة الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، وتحت لسانك عسل ولبن. تقطران شهدا دي عن كلمة الله، فالعروس أو المؤمن يتكلم بكلام الله. وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ويتكلم عن شهادات الله أشهى من العسل وخطر الشهاد. تحت لسانك عسل ولبن. وقلنا ان اللبن يرمز الى كلمة الله، والآية بتاعتها في رسالة بطرس الأولى أصحاح 2 وعدد 2 يتكلم عن المولودين حديثا انهم يكونوا يشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي ينمو به. وهنا يعلن صراحة أن كلامك كلامي، تتكلمين بكلامي، رائحتك رائحتي، تتكلمين كلاما حلو، عسل ولبن. ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. هل تتصنع الحياة المسيحية؟ هل تتمثلها أم أنها طبيعتك، فأصبح كل شيء ينبع من الداخل تلقائيا دون تمثيل؟ سيدي يريدني أن أكون على طبيعتي الجديدة، فأتكلم ما يقوله، ورائحتي كرائحته، وتعليمي كتعليمه. فيقول مثلا في بطرس الأولى أصحاح 4 إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله. في أفسس أصحاح 5 والآية الأولى كونوا متمثلين بالله. يا سلام، أنا أكون متمثل بالله؟ قال لي ليه؟ قال لي لأني أنا عايش جواك أيها الأب، أنت فيا وأنا فيهم. هنا أقنومان الآب والابن. ثم يذكر في كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 16 أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ الثلاثة أقانيم في داخل المؤمن. أشكر لكم حسن إنصاتكم، وإن تأنى الرب في مجيئه وأعطانا عمرا نكمل تأملاتنا في هذا السفر العظيم. الرب معكم.